هورر فيكشن او ادب الرعب هو نوع من الادب الخيالي اللي بيحاول انه يرعب او يصدم القارئ او المشاهد. ايه اللي يخلي حد يعوز يترعب او يتصدم او يتقرف؟ ده السؤال هنسيبه العلماء النفس يتناقشوا فيه، ولكن شعبية تصنيف الرعب سواء في الاعمال الادبية او السينما او اي مجال ترفيهي اخر هي واقع لا يمكن الاختلاف عليه. وبما ان قصص الرعب محبوبة كده، قلت ليه ما نديهاش حقها ونتكلم عنها شوية. علشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن تصنيفات ادب الرعب، يعني هنقسم قصص الرعب لانواع ونفهم سوا مواصفات كل نوع منهم. زي اي حاجة هنحاول نقسمها ونصنفها، هنواجه شوية مشاكل مع تصنيف قصص الرعب، وده لان احيانا في تصنيفات مش كل الناس بتستخدمها. في ناس بيستخدموا نفس التصنيف لوصف حاجتين مختلفين، في قصة ممكن ينطبق عليها اكتر من تصنيف في نفس الوقت، وفي ناس من ضمنهم كتاب قصص رعب ما بيحبوش تسمية ادب الرعب دي اصلا وبيفضلوا يستخدموا تسميات تانية. بس احنا هنحاول نتكلم هنا عن اكتر تصنيفات في اجماع كبير عليهم وبيتم استخدامهم بشكل واسع في اغلب الاوساط. اول نوع هنتكلم عنه هو نوع محبوب شوية وربما يكون اقدم انواع قصص الرعب، وهو البارانورمال او السوبر ناتشرال هورر. دي ممكن نترجمها لرعب الخوارق. النوع ده من قصص الرعب هو اللي بيحتوي على عناصر خارقة عن الطبيعة، يعني حاجات لا يمكن تفسيرها بشكل علمي او مادي، يعني زي الاشباح، الشياطين، السحر. والسيتنج بتاعها غالبا بيكون في بيت مسكون او بيتناول شخصية مستحوذ عليها من شيطان او روح شريرة. علشان كده النوع ده من قصص الرعب برضه بيتقال عليه احيانا جوست ستوريز او قصص الاشباح، ولكن دي مش تسمية دقيقة لان قصص الاشباح مش شرط تكون رعب. اما رعب الخوارق فهو بيوظف الاشباح والخوارق الاخرى لخلق جو مرعب. امثله على النوع ده هو روايه ذا اكسورسيست او ذا شاينينج والافلام اللي اتعملت عليهم، وافلام تانية زي ذا كونجورينج او بارانورمال اكتيفيتي. تحت السوبر ناتشرال هورر ممكن برضو نلاقي قصص الوحوش زي مصاصي الدماء، المستذئبين او اي نوع تاني من الوحوش، ولكن في كتير بيفضل يحط اي حاجه بتحتوي على وحوش او كائنات اسطوريه تحت تصنيف منفصل اسمه مونستر هورر. النوع ده من القصص بيظهر فيه كائنات قد تكون خارقة أو غير خارقة ولكن ليها وجود مادي، على عكس الأشباح والشياطين اللي ما بيكونش ليهم وجود مادي في العالم الطبيعي. الوحوش اللي بتندرج تحت النوع ده زي الفامبايرز والويرولفز والالينز أو الكائنات الفضائية وحتى الحيوانات المفترسة. المهم إنه يكون كائن ليه وجود مادي ولكنه بيشكل تهديد على البشر وعايز يفترسهم أو يعذبهم أو أيا كان. أمثلة على النوع ده زي فيلم جوز أو إلين أو A Quiet Place أو بريديتور. كل دي أفلام أبطالهم كان بيطاردهم كائن أو وحش بيحاول يأذيهم. تالت نوع هو السلاشر هورر، ولو ترجمناها بتصرف ممكن نقول رعب التقطيع مثلا. هو اسمه كده لان القصص دي دايما بيبقى فيها قاتل بيحاول يقتل ضحاياه باستخدام سكاكين او ادوات حاده، وعلى عكس الاتنين اللي فاتوا العدو الرئيسي في النوع ده مش بالضروره بيكون خارق عن الطبيعه. افلام السلاشر بتعرض دايما مجموعه من الناس بيطاردهم شخص مختل عقليا او سايكوباث بيحاول يقتلهم لسبب ما. في امثله كتير على النوع ده من القصص زي روايه سايكو والفيلم المبني عليها، او افلام تانية زي سكريم وهالوين وذا تكساس تشينسو ماساكر. رابع نوع هتكلم عنه هو السبلاتر بانك، واللي بالرغم من انه تصنيف لوحده الا انه ممكن يتداخل بسهوله مع اي نوع من اللي ذكرتهم قبله او هذكرهم بعده. قصص السبلاتر بانك هي اللي بتركز بشكل رئيسي ومتعمد على الدم والاحشاء والعنف الجسدي، علشان كده في ناس برضو بتسميه جور هورر، وده بسبب اعتماده الشديد على الجور والجرافيك فايلنس في ارعاب المشاهدين واثاره اشمئزازهم، وبيميل للتركيز بشده على ضعف وهشاشه الجسد البشري بوضع ابطالها في مواقف عنيفه بيموتوا فيها او بيتشوهوا بابشع الطرق، ومع التركيز على المشاهد دي. امثله على النوع ده هو سلسله افلام سو، دون اوف ذا ديد، او طبعا الاسوء على الاطلاق كانيبال هولوكاست. في برضه روايات بتستكشف النوع ده من الرعب زي روايه ذا جيرل نيكست دور. في نوع تاني عايز اتكلم عنه مختلف عن السبلاتر بانك لكن في ناس كتير ممكن تتلخبط بينهم. النوع ده بيطلق عليه بادي هورر او الرعب الجسدي. البادي هورر هو اللي بيستعرض انتهاكات وتغيرات عنيفه للجسم البشري. القصص اللي بتقع تحت التصنيف ده بتختلف عن قصص الجور في ان الانتهاكات الجسديه دي ما بتبقاش نتيجه حوادث عنيفه ولكن نتيجه تحولات بطيئه لا يمكن السيطره عليها، بينتج عنها تشوه للجسم نتيجه بقى طفرات او امراض او اي حاجه تانية بتجبر الجسم على التحول. في افلام كتير بتستكشف الموضوع ده زي فيلم ذا فلاي او ذا ثينج، وفي اعمال ادبيه بتركز عليه زي اعمال المانجاكا جينجي ايتو، بالاخص قصص زي اوزوماكي او ذا انيجما اوف اميجارا فولت. النوع التالي اللي هتكلم عنه بيقتصر حصريا على العاب الفيديو، وده بسبب طبيعته التفاعليه. النوع ده هو
السرفايفل هورر او رعب البقاء. اللي بيميز العاب رعب البقاء عن اي العاب رعب تانية هو التركيز الشديد على الوحدة ومحدودية الموارد في مواجهة خطر بيحاول يقضي على البطل. العاب رعب البقاء بتتحدى قدرة اللاعب على إدارة الموارد بحذر وبتسيبه دايما حاسس انه ما عندوش ما يكفي لمواجهة الخطر اللي اللعبة بتقدمه، والعزلة والشعور بالوحدة بيكونوا عنصر اساسي اللعبة بتحسس اللاعب بيه وبتأكد له من خلاله ان مفيش حد هيجي ينقذه. الالعاب دي طبعا بتستورد عناصر من تصنيفات رعب اخرى زي الجور وبتستخدمهم يدا بيد مع الاعداء المرعبين والمشاهد المقلقة في ارعاب اللاعب. في العاب كتير جدا بتقع تحت التصنيف ده، من اول ريزيدنت ايفل اللي اخترعت التصنيف ده اصلا لحد ديد سبيس والين ايزوليشن. النوع التالي برضو بيستخدم في العاب رعب كتير جدا ولكنه لا يقتصر عليهم، وممكن تلاقيه في انواع تانية كتير من الاوساط زي الروايات والافلام. النوع ده هو السايكولوجيكال هورر او الرعب النفسي. في قصص الرعب النفسي العدو الرئيسي هو عقلك ومخيلتك اكتر من الوحوش نفسها، على عكس انواع الرعب التانية اللي بتخوفك عن طريق انها توريك الوحش المرعب. الرعب النفسي بيخوفك عن طريق انه ما يوركش الوحش المرعب ويسيبك انت بقى تتخيل الوحش ده فين، شكله عامل ازاي، عايز منك ايه. واحيانا الانسان لما يتساب لمخيلته بيرعب نفسه اكتر من اي وحش. القصص دي غالبا تركيزها الرئيسي بيكون على الحالة النفسية والعقلية للبطل بتاعها اكتر من الاحداث نفسها. روايات بتقع تحت التصنيف ده زي روزماريز بيبي، ذا سايلنس اوف ذا لامبس والافلام المبنية عليهم. وبالنسبة للالعاب فلعبة لايرز اوف فير هي من اوضح واشهر الامثلة. النوعين الجايين بقى بعتبرهم من افضل وارقى انواع الرعب. هما الاتنين برضو ممكن يحتووا على عناصر من التصنيفات اللي ذكرتها من شوية، ولكن اللي بيميزهم هو اسلوب كتابتهم والمغزى وراهم. اول نوع منهم هو الجوثيك هورر او الرعب القوطي. ده من اقدم انواع الرعب واكثرهم شاعرية. قصص الادب القوطي بتتناول مفاهيم كئيبة زي الموت والحسرة والتعاسة، وبتدمجهم مع عناصر الادب الرومانسي بشكل يخليها تركز على الجانب العاطفي لشخصيتها اكتر من اي حاجة تانية. الرواية القوطية ممكن يبقى فيها اشباح ووحوش ولكنهم في الحقيقة مجرد عامل حفاز الرواية بتستخدمه في انها تخليك تتجول في عقلية البطل ومشاعره ومعتقداته. معظم القصص دي بتستكشف مشاعر زي الندم والحنين والاكتئاب. اغلب اعمال ادجار الان بو بتقع تحت التصنيف ده، وطبعا ما ننساش رواية فرانكنستاين لماري شيلي او دراكولا لبرام ستوكر. النوع الثاني المفضل ليا هو اللاف كرافتيان هورر او الكوزميك هورر. الكوزميك هورر معناها الرعب الكوني، ولكن برضه بيطلق عليه رعب لاف كرافتي نسبة للكاتب اتش بي لاف كرافت اللي اسلوب كتابته وفلسفته الخاصة بدأوا النوع ده من الادب. الرعب اللاف كرافتي هو الرعب من المجهول اللي لا يمكن ادراكه او لا ينصح بادراكه. الاحاسيس اللي بتطغى على ابطال القصص دي مش بس الرعب والفزع بل وكمان الدهشة لما بيقربوا من ادراك طبيعة الوجود اللي البشر مش المفروض يدركوها. الوحوش والكائنات في قصص لاف كرافت بيبقوا شيء غريب جدا لدرجة انه لا يمكن وصفهم بل ورؤيتهم فقط كفيلة انها تخلي اي انسان يفقد عقله. قصص الرعب الكوني بتركز على جهل الانسان الشديد بوضعه الحقيقي في الكون وازاي انه تافه جدا مقارنة بخفايا الكون الواسع اللي مش بس ما يقدرش يستكشفه بل حتى ما يقدرش يستوعبه. قصص اتش بي لاف كرافت بتقع في عالم خيالي بيطلق عليه ذا كاثولو ميثوس نسبة للوحش كاثولو، واحد من اشهر الكائنات الكونية اللي ظهرت في قصصه. وبعد موت لاف كرافت في كتاب كتير كملوا على الكاثولو ميثوس بتاعه، وفي كتاب تانيين اتأثروا باسلوبه وطبقوه في قصصهم زي توماس ليجوتي وحتى جنجي ايتو. وبالرغم من صعوبة تطبيق الرعب الكوني في الالعاب الا ان في العاب كتير بالفعل نجحت في تطبيقه بشكل ممتاز زي امنيجا وبلاد بورن. احيانا برضو ممكن نلاقي انواع بتدمج بين الرعب وبين حاجة تانية ملهاش علاقة بيه بل وممكن تكون مضادة ليه اصلا، زي مثلا الكوميدي هورر او الرعب الكوميدي، وده بيحط شخصياته في مواجهة مواقف مرعبة ولكن طريقتهم في التعامل معاها بتكون هزلية بشكل يخليك تضحك. النوعية دي غالبا بتكون اعمال ساخرة او تريقة على الرعب التقليدي زي فيلم زومبي لاند او شون اوف ذا ديد او حتى سلسلة ايفل ديد. نوع اخر غير بديهي من الرعب هو الايروتيك هورر او رعب الايروتيكا، واللي بيدمج المشاهد المرعبة مع احاسيس الرغبة والشهوة واحيانا العلاقات الرومانسية. ابطال النوعية دي من القصص احيانا كتير بيلاقوا نفسهم بيطوروا مشاعر ناحية وحوش مجازيا او حرفيا، او بيستكشفوا رغبات مظلمة مستخبية جواهم. في افلام كتير بتقع تحت النوعية دي زي فيلم ذا هانجر اللي نزل في الثمانينات وكان بطولة ديفيد بوي. الرعب برضو ممكن يبقى جزء من تصنيفات تانية حتى لو التصنيفات دي ما تعتبرش رعب، زي مثلا الدارك فانتسي او الفانتازيا السوداء زي مانجا اتاك اون تايتن، او بوست ابوكاليبتيك فيكشن عموما يعني خيال ما بعد نهاية العالم، واللي ممكن يبقى مش رعب زي فيلم اي ام ليجند. وبرضو في سايكولوجيكال ثريلرز او قصص التشويق النفسي زي فيلم ميزري. كل دول اعمال تصنيفهم الرئيسي مش رعب بس طبيعتهم الموترة بتجبرهم على استعارة بعض العناصر اللي بتبقى موجودة في قصص الرعب. بكده احنا اتكلمنا عن تصنيفات ادب الرعب المميزة، يعني اللي ليهم تصنيف منفصل تماما او تصنيف ناتج عن دمج تصنيفين اندماجهم ادى لتصنيف ثالث مختلف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في تصنيف اسمه ساي فاي هورر او خيال علمي رعب، ده ما نقدرش نقول عليه واحد من تصنيفات الرعب لانه
لانه مش تصنيف منفصل بذاته، هو ببساطة قصة خيال علمي صادف انها رعب زي فيلم إليان مثلا. نفس الكلام مع افلام الكرايم هورر زي فيلم دون بريس، هو فيلم جريمة في الاساس ولكن طبيعته الموترة خلته برضه مرعب، وبكده بنصنفه جريمة ورعب مش رعب الجريمة مثلا. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي واستمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد، وتعملوا لايك على صفحة الفيسبوك من الرابط الموجود على الشاشة وموجود برضه في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.